مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بحلقه جديده من برنامج الكره مع محمد صابر. هتكلم مع حضراتكم النهارده في قضيه مهمه جدا 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 وملف لغايه اخر يوم ليا في الاعلام الرياضي. انا هتبنى التحكيم وهتكلم على التحكيم. هل مشكلتنا حضراتكم ككاتنبرج؟ دي مشكلتنا ككاتنبرج؟ لا، اكيد ما كانتش مشكلتنا. هو احنا معانا دولارات وعايزين نرميها 4 شهور ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه، لان احنا ما عندناش سيستم واليه. احنا رمينا الدولارات بتاعتنا. احنا مشكلتنا حضراتكم مش كاتنبرج، مش خبير اجنبي ولا خبير مصري، لا خالص. احنا مشكلتنا ان العالم في وادي واحنا في وادي. لجنة التحكيم في العالم كله مستقلة على اتحاد الكورة، واحنا مصممين تكون عندنا لجنة تتبع اتحاد الكورة. لو احنا عايزين يبقى عندنا تحكيم ونقول التحكيم المصري على اعلى مستوى، لازم زي العالم كله تكون لجنه محترفه عن اتحاد الكوره. يجي لها بقى مصري يجي لها اجنبي، مش دي المشكله. لازم نحط اليه وسيستم. هل يعقل وانا بكلم حضراتكم في 2023 ان لسه التحكيم المصري يتبع اتحاد الكوره؟ ده لا يعقل. هل وانا بكلم حضراتكم ينفع ان الحكام تاخد ملاليم ولاعيبه الكوره تاخد ملايين؟ ده لا يعقل. ده مش موجود في العالم كله. العالم كله لجنه التحكيم لا تتبع اتحاد الكوره. الحكم ليه حقه الادبي وحقه المادي. لو النهارده عايزين نمشي على السيستم العالمي، يكون عندنا تحكيم مصري ويكون عندنا التحكيم على اعلى مستوى، لازم يكون عندنا لجنه مستقله على اتحاد الكوره، لجنه محترفه زي ما برنامج الكوره مع محمد صابر تبنى مع حضراتكم لجنه الانديه المحترفه. وبفضل الله عندنا دلوقتي لجنه انديه محترفه. انا معاكم هنا ملف التحكيم لاخر يوم ليا في الاعلام الرياضي، وانا هتبنى قضية التحكيم عشان احلم ان شاء الله قريب جدا يكون عندنا لجنة مستقلة محترفة عن لا تتبع اتحاد الكورة. نقول عندنا لجنة محترفة للتحكيم زي العالم كله، زي العالم كله. لو احنا عايزين عندنا يكون عندنا تحكيم على اعلى مستوى، هو ده الحل حضراتكم. لا كانت مشكلتنا كاتنبرج ولا مشكلتنا خبير اجنبي ولا خبير مصري. دي مش مشكلتنا خالص. مشكلتنا اللي احنا نمشي على السيستم اللي العالم كله ماشي عليه. العالم كله ماشي في حته واحنا في حته، مصرين نمشي بدماغنا. انا مش عارف ليه، انا مش عارف ليه رغم الطريق في اليمين احنا مصرين نمشي في الشمال. انا النهارده بدعو من برنامج الكره مع محمد صابر كل زمايلي المحترمين، الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، نبقى كلنا مع بعض لجنه محترفه. لجنه التحكيم تكون محترفه مستقله على اتحاد الكوره. انا النهارده كنت سعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم، وسعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم، وهتبنى قضيه التحكيم لاخر يوم ليا في الاعلام الرياضي زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. هستنى حضراتكم بعد الحلقه على صفحات البرنامج، برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر، لان انا بتعلم من حضراتكم واراء حضراتكم بتهمني جدا وبتعلم منها. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.